لا لا لا، ايدينا وخلاص. موقف بنقابله كتير في الشغل، عميل يكلمنا ويبعت لنا قطعه محتاجه طلاها هارد كروم، والسؤال دايما بسيط: عايز اطليها هارد كروم امتى تجهز؟ والرد اللي بيستغربه اننا لازم نعمل معالجه قبل الطلاق. وهنا بيجي التعليل المعتاد: واحنا عايزين طلاء مش تصليح، عايزين ندهنها وخلاص. وهنا لازم نوضح: طلاء الهارد كروم مش مجرد دهان بيتفرد على المعدن، مش حاجه بتترش وتنشف. الهارد كروم عمليه هندسيه كامله، لان من غير ده الطلاء مش هيمسك او هيمسك يومين بعدها هيتقشر. المعالجه مش رفاهيه، دي اساس الطلاق. عشان كده في هارد كروم تكنولوجي بنبدا من الجذر، بنصلح ونعالج وبعدين نطلي. طب والنتيجه؟ القطعه مش بس شكلها كانها جديد، دي كمان بتشتغل كانها لسه خارجه من خط الانتاج. ودي نقطه ناس كتير مش بتحطها في الحسبان لما نحسب الوقت والتكلفه، او نحطها في مقارنه مع حد بيشتغل بطريقه بدائيه شويه. وبس، لو عندك قطعة محتار تعمل فيها ايه، ابعت لنا وشوف الفرق بنفسك بين الطلا وهارد كروم تكنولوجي. سيب لنا سؤال في الكومنتات وهنرد عليه في الفيديوهات الجايه. ولو انت مهتم بالمجال الصناعي بشكل عام لازم تاخد جولة في قناتنا على اليوتيوب هارد كروم تكنولوجي وتشترك معانا في القناة، ونوعدك هتستمتع وتستفاد. واكيد ما تنساش اللايك الجميل والشير مع غيرك عشان كله يستفاد.